السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الموضوع عن ايه؟ ما هو الموضوع مش عشان سرقه بس. لو كان سرقه بس ما كنتش اتكلمت. الموضوع اكبر من كده بكتير. يعني مش داخل يسرق بس ونقول ده غلط او غلطان او حرامي او يعني ايه. يعني والله العظيم والله العظيم انا ما انا عارف اقول ايه. يعني هو جايب مراته تخش علشان الصيدلي يديها حقنة أو إبرة أو حقنة. طبعا الصيدلي هيخش جوه. طبعا جوزها ما ينفعش يكون معاها، ما ينفعش جوزها يكون واقف في الوضع ده. إن هي ترفع العباية، ولو لابسة منطلون تنزل المنطلون، والصيدلي يطلع الحقنة وجوزها واقف بره. ما ينفعش يكون واقف برضه معاهم، لا. هو بقى قاعد بره يقلب في الدرج، يلاقي تليفون، يلاقي فلوس، ربنا يسهل له بقى. انما الموقف دوني فكرني بفيلم عادل امام ولبلبة. كان الفيلم ده اسمه عصابة حمادة وتوتو. كان بيعمل نفس الحركات دي برضه. ياخد لبلبة المحل وهي لابسة عريان شوية، الناس تشوفها او الجزار او العامل او اي حد يشوفها يفضل ملبوخ معاها وهو يقلب في الدرج. فبرضه الناس خدت فكرة عن العمليات دي، خدت الحقنة بالسلامة وهو خد الفلوس بالسلامة وقال للصيدلي بالسلامة. السلام عليكم. السلام عليكم.